تعرف ان 90% من الناس بيموتوا بنفس العقلية اللي اتولدوا بيها، و10% بس هم اللي بيكتشفوا السر القرآني اللي بيغير حياتهم جذريا. حسيت قبل كده انك عايش في نفس الدايرة، بتعيد نفس الأخطاء، بتأجل نفس القرارات، بتعيش نفس الحياة؟ كل يوم بتقول بكرة هبدأ، بكرة هتغير، بكرة هبقى إنسان جديد، لكن بكرة ده ما بيجيش أبدا. ويجي اليوم اللي تسأل فيه نفسك السؤال الصعب: هو أنا هفضل كده طول عمري؟ وفجأة تقع عينك على الآية دي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا بتبدأ القصة وكأنها رسالة مباشرة ليك. التغيير مش هيحصل لوحده، انت اللي لازم تبدأ الخطوة الأولى. لكن السؤال اللي بيدور في بالك دلوقتي: ليه في ناس بتقدر تتغير بسرعة وناس بتفضل سنين مكانها مش بتتحرك خطوة؟ ليه في ناس بتكسر القيود وناس بتفضل سجينة جوه نفسها؟ في الحلقة دي هنعرف مع بعض السر، وازاي رسائل من القرآن ممكن تكون المفتاح اللي بيدخلك مرحلة جديدة من حياتك. تخيل معايا شخصين أصحاب من الطفولة، الاتنين عندهم نفس الأحلام، نفس الطموح ونفس الفرص. واحد فيهم اتغير تماما، والتاني بقاله 10 سنين في نفس المكان، نفس الشكوى، نفس الآلام، تقريبا عاش نفس اليوم 3650 مرة. وفي مرة الشخص اللي عايش في نفس الدايرة بيسأل صاحبه: انت ازاي اتغيرت؟ صاحبه رد عليه بجملة واحدة: انا فهمت الآية دي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كان عايش في دايرة مقفولة لأنه كان بعيد عن مصدر النور الحقيقي. المشكلة مش في الظروف، المشكلة في المصدر اللي بتستمد منه طاقتك ورؤيتك للحياة. لأن التغيير مش بس محتاج قرار، التغيير محتاج نور، محتاج هداية. والمصدر الحقيقي للنور ده هو القرآن الكريم. طب علميا بقى، ليه أصلا عقلنا بيخاف من التغيير فبنفضل في نفس مكاننا؟ بحسب علم الأعصاب، في دراسة حديثة عملتها مجلة نيتشر بتقول إن العقل البشري بيكره التغيير لأنه بيستهلك طاقة أكبر من الروتين بنسبة 40%. فالموضوع ليه علاقة بالكومفورت زون، الراحة السامة. فالواحد ممكن يكون تعبان من وضعه الحالي لكنه بيخاف يخرج منه لانه متعود عليه. ناس كتير بتقول نفسي اتغير، لكن جوه عقلهم التغير ده مرعب لانه معناه انه هيخرج من منطقة الامان. تخيل شخص عايش طول حياته على وظيفة مملة بس مأمنة له فلوس، وبيحلم يفتح مشروعه الخاص بس خايف يجازف. العقل بيخليه يركز على المخاطر مش على الفرص، فبيفضل مكانه. بس الحقيقة إن أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي حد هي إنه يفضل في نفس الدايرة للأبد. وأدهم الشرقاوي بيقول في كتابه: الراحة المؤقتة التي تجدها في الروتين هي أكبر خدعة يلعبها عليك عقلك. في القرآن الكريم في 3 مفاتيح بتكشف السر الحقيقي للتغيير. تعالوا نغوص فيهم مع بعض. المفتاح الأول: التغيير يبدأ من الداخل. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكتاب ذكر شاب علاقاته كلها كانت فاشلة وشغله ما كانش مستقر. كان دايما بيقول انا منحوس، الدنيا ظلماني وجاية عليا. لكن لما قرأ الآية دي فهم حاجة خطيرة: ان المشكلة مش في الدنيا اللي بيلومها، المشكلة في طريقة تفكيره ونظرته لنفسه. ولما بدأ يغير طريقته وتفكيره حياته كلها بدأت تتحسن تدريجيا. المفتاح التاني: الحركة بركة يا جميل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قرر يهاجر ما خافش، ما ترددش، اتحرك رغم ان الظروف كانت صعبة جدا، لكنه كان عنده يقين في وعد الله. دي رسالة واضحة: لو قاعد تستنى ان كل حاجة تبقى مثالية علشان تبدأ، مش هتبدأ. ابدأ، لازم تتحرك وربنا هيهديك الطريق بعد كده.
المفتاح الثالث: لا تنتظر الظروف بل اصنعها. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والكتاب برضو ذكر شخص كان دايما بيقول لنفسه: لما الظروف تتحسن هتغير، لما يجي لي شغل هبدأ مشروعي، لما حياتي تستقر هطور نفسي. لكن لما قرأ الآية دي فهم ان القرار في ايده، وان التغيير بيبدأ بالعزم والتوكل الحقيقي على الله، وان مفيش حاجة اسمها ظروف مثالية. لو مشيت في طريق الصح كل شيء تاني هيبدأ يتحسن معاك. وأدهم الشرقاوي بيقول في كتابه ان اكبر سجن في الحياة هو سجن سأفعل ذلك غدا. فاوعى تستنى الظروف، اعمل التغيير بنفسك، خد القرار وتحرك وتوكل على الله بكل ثقة. طيب دلوقتي عرفنا السر وراء التغيير، لكن السؤال اللي جاي أهم: ايه بقى اللي بيمنعنا؟ ايه الحاجات اللي بتسلسلنا حرفيا وتخلينا مش قادرين نتحرك؟ حاجات خفية مش بنشوفها بس فعلا بتمنعنا من الحرية الحقيقية. الحلقة عجبتك وما عملتش لايك؟ عادي. ما عملتش سبسكرايب واشتراك في القناة؟ انت حر براحتك، بس هزعل قوي قوي لو ما سبتليش تعليق تقول لي فيه انت خرجت من منطقة الراحة بتاعتك ولا لسه. السلام عليكم.